مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله غدا بسيط جدا جدا جدا، على غرار مكرونه نادية السيد اللي كانت عاملاها ني في ني، طماطم وبصل وتوم وطماطم متقطعه وكل ده كان متقطع يعني، وفلفل كمان. انا عملتها وجربتها، هي حلوه بس تحسوا ان الخضار اللي فيها ني. فانا بقى ايه، قلت يا بت بقى انت افتكسي واعمليها بطريقه تانية خالص. فعلا عملتها بطريقه تانية وكانت تحفه تحفه تحفه، بجد كانت رهيبه. اول حاجه كده عملتها، هو اول حاجه معانا ايه؟ المكرونه، اي نوع مكرونه. التوابل عباره عن ملح، فلفل اسود، ومكعب مرق، وكمان شويه من الشطه. هي تقريبا كمان كانت حاطه لها كزبره بس انا ما حطيتش. و معانا صلصه طماطم، وهنا البصله. انا بقى البصل بدل ما احطه ني وان هي المكرونه تستوي كده مع كل ني في ني كده كأنك بتعملي محشي، لا. انا حمرت البصل، حمرته اكني هعمل الصلصه العاديه للمكرونه اللي انا بحب ان انا اعملها. فبصراحه النتيجه كانت تحفه تحفه تحفه. بوريكم هنا البهارات تاني. وهنا المكرونه انا مقطعاها كده او مكسراها كده، الطول بتاعها على 3. هنا كان البصل احمر. هحط بقى كام معلقه كده من الصلصه، وهقلبهم يا دوبك تشويحه كده بسيطه. وهنزل بكل حاجه معايا، المكرونه والتوابل كلها. وكمان كنت غاليه ميه علشان تسرع يعني من عمليه السوى. هزود شويه كمان. انت تحطي الميه اكنك كده بتسوي رز، يعني عارفين كده انتوا المكرونه المحمره، نفس العيار يعني نفس الطريقه. وكمان حطيت شطه. الشطه بتخليها طعمها تحفه، بتبقى مشطشطه كده وحلوه وجميله وطعمها جميل بصراحه. بس الوصفه دي للمكرونه دي، سواء بتاعتي او بتاعت نادية السيد، تتاكل في ساعتها ما تتسبش، علشان هي طبعا مكرونه مش مشطوفه، فالنشا فيها عالي. فانا بقى حبيت بقى ان انا اعمل جنبها كده، لقيت كبده كده في الفريزر عندي، قلت اعملها. هي تقريبا علشان قعدت كذا فتره في الفريزر فتحس ان هي اتكسرت كده. فقلت مش مهم، كانت اصلا كانت متبله ومحطوطه في العلبه دي. فقلت ان انا كده اعملها. والله اتصل هنا فاكراها اول الجواز كانت زي الفل، انا مش عارفه ايه اللي حصل لها دلوقتي. بصوا المكرونه اهي. ورحت كمان لبست المعصم، قلت يا بنت انت ايديكي باينه، روحي البسي المعصم. رحت لبسته. بص المكرونه عامله ازاي، بجد طعمها حلو قوي وهي لسه سخنه. بس تبرد ومش عارفه ايه كده، حلوه بس ماسكه في بعض، فاهمه ازاي؟ فحلاوتها ان هي ايه، تتعمل وكل واحد ياخد طبق كده، تكون كده مثلا في عشاء ولا غدا وخلاص جبرت. انما ان هي تقعد، لا، ما تقعدش. هتمسك كده في نفسها، هي حلوه بس مش هتبقى زي ما هي لسه معموله. حطيت فلفل اسود، حطيت كزبره، حطيت طبعا على الكبده. وايه تاني، شويه كمان من الخل كمان. وسبتها بقى تستوي. الراجل اصلا كان مقطعها تخين كده، وكمان ما كانش عندي فلفل احط عليها، يعني كانت غريبه بصراحه. بس كده هنا كمان بقى ايه، المكرونه كانت استوت. بصوا مفرفره وجميله جدا 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 وهي سخنه. يعني دي تتعمل تتاكل. يعني اللي هيعملها، يعني لو منتم مش كتير، تعملوا كميه صغيره، تعملي لنفسك كميه صغيره او لفردين علشان تتاكل في ساعتها. طبعا الكبده هي مش عارفه شكلها مش عاطفي، مش عاجبني، بس طعمها حلو. عصرت عليها ليمون والحمد لله. انا طول عمري اسمع ناس بتاكل مكرونه وكبده، أنا اول مره في حياتي اكل مكرونه وكبده، اقسم بالله. يلا ما علينا. ده كان كل الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.